هل انت عارف ان الكورة دي وهي في الهوا مخبية سر؟ والسر ده هو اللي بيخلي السد العالي ينور مصر كلها. احنا النهاردة مش جايين نشرح حلول، احنا النهاردة جايين نعرف ليه طاقة الوضع بتقل وطاقة الحركة بتزيد، ومين هو الزعيم اللي بينقص ومين اللي ما بيحصلوش اي حاجة. اهلا بيكم طلاب اولى اعدادي، يا رب تكونوا بخير. المره اللي فاتت واللي قبليها خدنا طاقه الوضع وطاقه الحركه وعرفنا كل حاجه عنهم، عرفنا قوانينهم وعرفنا الوحدات بتاعتهم. النهارده جايين نخلص الجزء الثاني من اخر درس عندنا في الوحده الثانيه، وعاوزين اول حاجه نعرف العلاقه بينهم، العلاقه بين طاقه الوضع وطاقه الحركه. هل العلاقة دي ده لما بيزيد ده بيقل، او ده الاتنين لما ده بيزيد ده بيزيد معاه ولا لا؟ نسمي الله ونبتدي. احنا عاوزين هنعرف العلاقة بينهم من خلال اللي احنا هنأدي تجربة. التجربة دي هي تجربة البندول البسيط، وليكن ده الحائل او الحائط اللي بنثبت عليه الخيط بتاعنا، وتحت الخيط ده بيبقى هنا في كتلة اللي هي البندول بتاعي، وليكن بقى دي حديد او خشب، اي نوع من انواع المعادن مثلا، عشان يبقى ليها كتلة ووزن او اي حاجة، اي ثقل. طيب هي هنا في موضع ثابت. الموضع الثابت ده او اول موضع عندنا ده كان كده موضع سكون. ليه؟ لان البندول ما بيتحركش، يبقى ده كده موضع سكون. تعالوا نديله اسم او رمز مثلا او رقم، وليكن ده الموضع 1. طب جميل، هو كده البندول عندي بيبقى بدون اي او ما اثرتش عليه باي حاجه، هو في موضع سكون. طب لو جيت رسمت البندول ده هنا كده، تمام، و ما سبتوش بقى كده، لا شديته، هو كان هنا في موضع السكون، شديته كده. جميل جميل. فاصبح ايه؟ اصبح كده اللي انا اثرت عليه بقوه، واثرت عليه بقوه وحركت الجسم في نفس اتجاه حركه الجسم. طب ده كده احنا سميناه ايه؟ سميناه شغل. طيب الشغل ده وليكن ان ده عندي كده هو البندول، تمام. البندول اهو، البندول اهو، وليكن ده الحائل اللي انا مثبت فيه الخيط، والثقل ده اللي هو البندول بتاعي. طب انا لما شديته كده، مش انا اثرت عليه بقوه زي ما انا قلت، وكده اصبح شغل؟ طب ما الشغل ده مش هو طاقه الوضع؟ وهو كده بقى مختزن طاقه وضع ثابت، ولما اسيبه كده هيفرغ طاقه الوضع لطاقه حركه. طب ما جميل. يبقى انا كده لما وديته للموضع التاني، وليكن الموضع ده نسميه موضع رقم 2، فهو كده بقى أصبح مختزن طاقة وضع. وهنا ده كده كان أقصى ارتفاع قدرت أوصله له، وليكن ده كده أقصى ارتفاع. هنا كده مش هعرف أرفعه لحد هنا، لو أرفعه لحد هنا بص هيتعمل إزاي الخيط مني. فده كده أقصى ارتفاع، تمام. أقصى ارتفاع بيبقى مختزن فيه طاقة وضع. طب جميل، أنا لو سبت، لو نفس البندول عندي بعد اما شديته هنا كده، هو كان هنا في موضع السكون الموضع 1، شديته لحد ما وصل للموضع 2. طب لو سبته، لو سبته زي هنا كده اهو، هو كان هنا خليته هنا ده الموضع 2 بتاعنا، انا سبته كده، ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه نزل تاني موضع 1 وراح لموضع جديد، راح هنا. طيب وراح هنا وصل لأقصى ارتفاع، ونزل تاني ايه؟ نزل تاني للموضع 1، وليكن الموضع الجديد اللي وصل له ده هو الموضع 3. معنى كده اللي حصل، اللي انا شديته كده اثرت عليه، خزن طاقة وضع، سبته، فطاقة الوضع دي تحولت لطاقة حركة عندي. طاقة الحركة دي رجعت كده مرورا بالنقطة 1 اللي كان موضع السكون، بس هنا ما بقاش موضع السكون، بقى حاجة بنسميها نقطة الأصل أو موضع الأصل. ورجع هنا تاني راح للنقطة 3، واللي حصل بعد كده انه نزل تاني من النقطة 3 مرورا بالنقطة 1 ووصل للنقطة 2،
وهيفضل يكرر الحركة دي لحد ما طاقة الوضع اللي انا اديتها له تخلص، او الطاقة المختزنة جواه تخلص، وبالتالي طاقة الحركة تخلص ويقف تاني ويثبت ويرجع تاني لموضع السكون. طب معنى الكلام الجميل اللي انا بقوله ده ايه؟ احنا قلنا ان ده كده اقصى ارتفاع وده اقصى ارتفاع. عند اقصى ارتفاع اللي بيحصل بيبقى عندنا طاقة وضع، يبقى عند اقصى ارتفاع طاقة الوضع بتبقى اقصى حاجة، ما بيبقاش هنا عند النقطة دي في طاقة حركة، لانه اصلا ثابت، يعتبر السرعة بتاعته بصفر، فهنا بيبقى ثابت فاكبر ما يمكن. طب عند النقطة دي اللي هي النقطة اللي كانت موضع السكون، بس قلنا بقت نقطة الاصل، هو هنا كان ثابت هنا فوق. طب لما اتحرك كده وليكن هنا كانت سرعته بواحد مثلا، 1 متر كل ثانية، طب لما كانت هنا بقت 2، هيطلع تاني فوق بسبب ان الجاذبية او هو بيطلع عكس الجاذبية فسرعته هتقل، فهيرجع تاني 1، وهنا هيبقى بصفر نفس النقطة 2، يعني 2 هي 3 لكن في اتجاهات او نقط مختلفة. احنا قلنا هنا ان 2 دي نفس في نفس ارتفاع النقطة 3 اللي هو أقصى ارتفاع اللي عندها هيكون أقصى طاقة وضع. معنى كده إن دي هنا بتبقى أقصى سرعة اللي هي 2 متر كل ثانية. فعند نقطة الأصل طاقة مش الوضع بقى، الحركة هي اللي أكبر ما يمكن، هي اللي هتصبح أكبر ما يمكن. معنى كده إن الاتنين عكس بعض. هنا دي لما كانت طاقة أكبر ما يمكن فعندها طاقة الوضع هتصبح بصفر، ما هو هنا الحركة والسرعة أقصى ما يمكن، السرعة أقصى ما يمكن، يبقى مفيش طاقة وضع أصلا يا مستر. يبقى الاتنين كده ممكن نقول عليهم ضراير. طاقة الوضع عكس طاقة الحركة في كل حاجة، يعني لو طاقة الحركة أعلى ما يمكن يبقى طاقة الوضع أقل ما يمكن أو بصفر، ولما طاقة الوضع تبقى في أقصى ارتفاع لها وبتساوي أعلى ما يمكن يبقى طاقة الحركة بتاعتها أقل ما يمكن أو بصفر. طيب حاجة كمان، احنا قلنا لما تبقى أقصى ما يمكن أو ارتفاع في أعلى ما يمكن أو عند نقطة الأصل. طب هي لو في النص هنا ما بينهم هتساوي إيه؟ في النص هنا ما بينهم يا مستر، لو هي في النص هنا ما بينهم هيبقى نص طاقة وضع ونص طاقة حركة. ما مش هينفع يبقى طاقة وضع كامل او طاقة حركة كاملة. ليه هنا؟ لان هنا هي بتتحرك بسرعة، بس هل هي اقصى سرعة؟ لا. وليه برضو لسه نازلة من ثبات اللي هي كانت بنقول عليها ايه؟ 1 متر كل ثانية هنا، 1 متر كل ثانية هنا. طب في حاجة بقى او في حاجة بتجمع ما بينهم، طاقة الوضع وطاقة الحركة عاملين زي الفلوس بالظبط. انت لابس بنطلون، تمام، او عاملين زي جيوب البنطلون. انت لابس بنطلون ليه كام جيب؟ ليه جيبين. الجيبين دولت انت معاك مثلا 10 جنيه، كانوا متوزعين 5 و5. طب لو شلت الخمسة من جيب الشمال وحطيتها في جيب اليمين هيصبح برضو اللي انت عندك نفس قيمة ال10 جنيه، بس في نفس البنطلون شلت من جيب وحطيت في جيب. فمعنى الكلام ايه؟ ان البنطلون بتاعي ده طاقة، الطاقة دي بنسميها طاقة الميكانيكية. ده البنطلون بتاعي. طيب يا مستر البنطلون، طب ايه قصة الفلوس بقى وايه قصة الجيوب دي؟ الجيوب عندي الجيب اليمين والجيب الشمال، الجيوب عندي اللي هي طاقة الوضع وطاقة الحركة. جميل. الفلوس دي عندي بقى، الفلوس دي اللي هي القيمة. ايه هي القيمة؟ احنا هنا قلنا بتبقى دي اعلى ما يمكن عند اقصى ارتفاع اللي هي طاقة الوضع. يبقى طاقة الوضع هنا كان معاها ال10 جنيه كلها اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي الفلوس، ودي بقت بصفر، الجيب هنا كان فاضي، دي الجيب مثلا اليمين، والتانية الجيب الشمال وهكذا. الجيب اليمين كده بقى فاضي. طب عند نقطة الأصل بقى أقصى قيمة لطاقة الحركة عشان بقى أقصى سرعة، فهنا بقى 10، بقى فيه ال10 جنيه كلها في الجيب اليمين. طب في الجيب الشمال اللي هو بتاع طاقة الوضع بقى بصفر. طب هنا بقى الطاقة الميكانيكية، هنا البنطلون شايل كام في الأول في الآخر؟ شايل نفس قيمة ال10.
يبقى العشرة هنا، العشرة هنا، العشرة اتوزعت ما بينهم بالتساوي، هنا بقى هتتوزع ما بينهم بالتساوي عشان هنا في نص الحركة. فهنا ده هياخد 5 وده هياخد 5 زي ما كان موجود في الأول. قلت لك هنا كان في 5 جنيه وهنا كان في 5 جنيه. فهنا ده خد النص، ده خد النص، ده خد كله، ده خد كله. برضو قيمة الطاقة الميكانيكية أو الحاجة أو قيمة الفلوس اللي موجودة في البنطلون ككل هي ال10 جنيه، ما اتغيرتش، ثابتة. ده خد أكتر، ده خد أقل، الاتنين خدوا زي بعض، دي ثابتة. معنى كده إن طاقة الحركة هي العلاقة بين طاقة الوضع وطاقة الحركة لجسم متحرك. يبقى الطاقة الميكانيكية تعريفها إيه؟ هي طاقة أو العلاقة بين طاقة الوضع وطاقة الحركة لأي جسم متحرك. لأي جسم متحرك. جميل. طب تعالوا تاني نعملها بمثال آخر عشان لو ما فهمتوش حوار البندول. احنا لو جبنا جسم وليكن السماعة اللي احنا شرحنا عليها ده طاقة الوضع. السماعة أنا هنا في أقصى ارتفاع، مثلا ده أقصى ارتفاع ليا، تمام؟ اقصى ارتفاع ده معنى ايه؟ انا جبتها من هناك، جبت هنا، وصلت لهنا، اثرت عليها بقوه يا مستر في نفس اتجاه حركه الجسم، بقى شغل. الشغل ده هو طاقه الوضع زي ما احنا متفقين من الحصه اللي فاتت. طب طاقه الوضع دي طاقه مختزنه كده. انا في اقصى ارتفاع يبقى طاقه الوضع اعلى ما يمكن. طب لو سبتها ونزلت هنا، ما لحظه لمستها في الارض دي هي كانت اقصى ارتفاع، اقصى سرعه، اقصى سرعه، فبقت اصبحت اقصى طاقه حركه. معنى كده ان هنا لما سبت ايدي، بقت السرعه اللي هي نزلت بيها دي بتتزايد لحد ما وصلت لاقصى سرعه قبل ما تلمس الارض، لحظه لمس الارض او قبل ما تلمسها باجزاء من الثانيه. فخلينا نقول اللي هي لحظه لمسها للارض. جميل. يبقى انا عندي هنا اهو حاجة او جسم مرتفع عن الارض، ده كده كان مختزن اعلى ارتفاع. ومادام اعلى ارتفاع قلنا اللي هو مختزن اعلى طاقة في طاقة الوضع، طاقة وضع. يبقى هنا الطاقة الميكانيكية بتاعتي بتساوي طاقة الوضع لان احنا عند اقصى ارتفاع. طب سبت الجسم ووصل لحد سطح الارض، وليكن ده سطح الارض. جميل جميل. والجسم وقع عندي اهو، الجسم وقع لحظة لمس الأرض دي بقى إيه؟ وصل لأقصى سرعة. يبقى هنا إيه؟ لحظة لمس الأرض أقصى طاقة حركة. طب أقصى طاقة الحركة، طاقة الوضع هنا بتساوي إيه؟ صفر يا مستر. يبقى صفر، يبقى برضو الطاقة الميكانيكية هنا هتساوي طاقة الحركة لأن هنا طاقة الوضع بصفر. طب في النص هنا طاقة الوضع مثلا لو هنا ب200 هتبقى هنا ب100، وطاقة الحركة هنا لو ب200 جول فهتبقى هنا ب100. يبقى 100 و100 200 اللي هي نفس قيمة الفلوس اللي كانت في جيوب البنطلون زي ما احنا متفقين. طب تعالوا نطبق على الكلام اللي احنا قلناه ده واحدة واحدة في الكتاب على الأسئلة اللي موجودة عشان نثبت المعلومة أكتر. بص هنا هو شرحها ازاي. هنا قال لك ده موضع الأصل، شد البندول بتاعي لحد النقطة B، وبعد كده لما سابه البي اتحرك كده وراح نقطة C زي ما هو حصل تحت، وبعد كده رجع تاني وهيفضل في نفس الحركة بتاعته لحد ما يقف. وقال لك ان في A دي طاقة الحركة، اقصى طاقة حركة، و B اقصى طاقة وضع هي والسي. وقال لك ان كل ما طاقة الوضع تقل طاقة الحركة تزداد، زي ما احنا قلنا الاتنين عاملين زي الضراير، دي ما بتحبش دي، فدي لما تزيد دي تقل، ودي لما تزيد دي تقل، العلاقة بينهم عكسية. تمام. بعد كده هو قال لك ان اقصى ارتفاع طاقة الوضع اكبر ما يمكن وطاقة الحركة بتساوي 0. طب وعند اقصى ارتفاع تاني نفس الكلام، لكن هنا موضع الاصل او النقطة اللي كان موضع السكون بقت اقصى طاقة حركة، وطاقة الوضع هنا بتساوي 0. وكل لما اتجهنا هنا كده طاقة الوضع تزداد لانه هيطلع على اقصى ارتفاع،
وطاقة الحركة تقل. طب لو رجع تاني كده بقى، لو رجع كده هيحصل نفس اللي بيحصل هنا، ان طاقة الوضع هي اللي هتقل وطاقة الحركة هي اللي هتزداد. جميل. تعالوا نحل السؤال ده. بيقول لك هنا طالب احمد قام برفع الكرة من موضع A الى الموضع B. بص، كانت الكرة هنا، يبقى ده نقطة الاصل بتاعتنا، رفعها للنقطة B ثم يتركها تسقط فتتحرك ذهابا وايابا. هتقعد تتحرك كده من B ل C مرورا ب A وترجع تاني ل B وهكذا لحد ما تقف خالص مرورا بالنقطة A. حدد موضع السكون وحدد الموضع التي تكون عندها طاقة الحركة أقصى ما يمكن. هنا كان موضع السكون بتاعها فين؟ كان ايه يا مستر؟ ما هو اصلا واخدها من ايه، فنقطة السكون بتاعتنا اللي هي ايه. طيب الموضع التي تكون عندها طاقة الحركة اقل ما يمكن اللي هو اقصى حاجة لنقطة طاقة الوضع اللي هو B او C. ما هو ده اقصى طاقة وضع عشان اقصى ارتفاع، هيبقى يا C يا B. طب ما العلاقة بين طاقة الوضع وطاقة الحركة للكرة؟ علاقة عكسية، او هتقول له كلما زادت طاقة الوضع في الكرة قلت طاقة الحركة، وكلما زادت طاقة الحركة قلت طاقة الوضع. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك هنا مجموع طاقة الحركة والوضع للجسم عند أي موضع ثابتين، اللي احنا قلنا عليها الطاقة الميكانيكية، وقانون الطاقة الميكانيكية طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. تعالوا نعمل له مثلث هنا. هتبقى الطاقة الميكانيكية الرمز بتاعها ME. محدش يسأل عن الوحدة، احنا اتفقنا أي طاقة بتبقى الوحدة بتاعتها جول. طب وهنا هتبقى مثلا KE طاقة الحركة وهنا طاقة الوضع. طيب وقلنا هنا كده العلاقة بتاعتهم عكسية، وهنا بتبقى طردية بس في حالات معينة ان هو يبقوا متساويين. وقلنا ازاي هيبقوا متساويين؟ لما بتبقى اقصى ارتفاع طاقة الوضع بتساوي الطاقة الميكانيكية، والطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الحركة لما يبقوا عند السرعة اقصى حاجة اللي هي عند نقطة الاصل. تعالوا نحسب المسألة دي. احسب الطاقة الميكانيكية لجسم متحرك اذا علمت ان طاقة وضعه 1000 وطاقة حركته 230. طب ما من العلاقة بتاعتنا هي احنا عاوزين دي اللي هي الطاقة الميكانيكية نخبيها هتبقى كي اي زائد مش ضرب في البي اي. هتبقى هنا كي اي زائد بي اي. الكي اي عندي بكام اللي هي طاقة الحركة اللي هي ب 230 زائد الألف هتبقى 1230. المثلث بتاعنا هنا ما بينه زائد مش ضرب. تعالوا نكمل. هنا بيقولك ارشادات لحل المسائل. هنا بص، كرة مسكها اللي هي السماعة اللي مسكناها من فوق، عندنا أقصى ارتفاع فهتبقى طاقة الوضع بتساوي الطاقة الميكانيكية. بعد كده هتفضل تقل تدريجي اللي هي طاقة الوضع، وطاقة الحركة تزداد بس ال 800 بتاعتنا ثابتة لأن هي نفس المقدار اللي كان في الجيوب، نفس البنطلون فنفس المقدار هو شايله. طيب الجيب هنا بقى اصبح متساويين اللي هي عند نص المسافة، نص الارتفاع اللي هو طلعه. بعد كده الارتفاع قل مثلا وليكن الارتفاع ده لو 12 هنا عند 6 هنا 3، فهتبقى بقى طاقة الوضع هتبقى اقل من طاقة الحركة. بعد كده طاقة الحركة عند لمس الارض او عند سطح الارض هتبقى اعلى ما يمكن ودي بزيرو، نفس فكرة البندول. وهنا بيقولك ان الطاقة الميكانيكية للجسم تساوي طاقة الوضع عند اقصى ارتفاع او طاقة الحركة عند لحظة الوصول الى موضع الاصل او سطح الارض. هنا بيقول لك علل. تعالوا نحل السؤال ده. بالرغم من زيادة طاقة الوضع لجسم القاذف رأسيا، جسم حدفته لفوق، إلا أن طاقة الميكانيكية تظل ثابتة. ليه؟ لأن أنا بمسافة ما بحدفه لفوق طاقة الحركة سوف تصبح أعلى ما يمكن بس بتساوي طاقة الطاقة الميكانيكية، وكلما ارتفع الجسم يوصل لأقصى ارتفاع تكون طاقة الوضع أقصى ما يمكن وطاقة الحركة بصفر، لكن طاقة الوضع هنا هتساوي الطاقة الميكانيكية أهي. لأن زيادة طاقة الوضع الجسم أثناء حركته رأسيا لأعلى يساوي النقص في طاقة حركته. كل ما طاقة الوضع تزداد طاقة الحركة عندها تقل، لكن الميكانيكية تظل ثابتة عشان هي بتساوي مجموعهم. ده قايم على الملحوظة دي. تعالوا نحل السؤال ده. السؤال هنا بيقولك أيا من الأشكال المقابلة تمثل طاقة الوضع BE وطاقة حركة KE لكرة بندول أثناء حركته. أيا من الأشكال التالية يعبر عن موضع الكرة عند لحظة وصول
الكرة إلى موضعها الأصلي. لحظة وصول الموضع إلى الكرة، لحظة وصول الكرة لموضعها الأصلي، معنى كده إيه؟ إن كده هو أقصى سرعة. معنى اللي هو أقصى سرعة يبقى أقصى طاقة حركة. طاقة الحركة اللي هي عندي كي إي، وهي أقصى حاجة عند الواي، يبقى هنا واي. طب منتصف المسافة بين موضع الأصل وأقصى ارتفاع، هنا هيبقى فيه تساوي ما بين طاقة الحركة وطاقة الوضع. معنى كده إن هو هيبقى عند الدبليو، لأن الاتنين أهو متساويين في نفس المستوى، يبقى هنا دبليو. طب أقصى ارتفاع اللي هو هيبقى أقصى طاقة وضع اللي هي إكس. تعالوا نحل السؤال اللي بعده. هنا سيارة نازلة منحدر أو نازلة كوبري، لو مش فاهم يعني إيه منحدر، نازلة كوبري. فهي هنا عند إيه كانت أقصى ارتفاع، وهنا ده يعتبر سطح الأرض، لأن بعد كده هتمشي في خط مستقيم. طب تعالوا نقرأ المسألة. تهبط سيارة من موضع السكون A، ده كان كده موضع السكون أقصى ارتفاع على منحدر حتى يصل إلى سطح الأرض عند النقطة C. فإن كانت الطاقة الميكانيكية للسيارة هي 600 كيلو جول عند الموضع B. عند الموضع B دي كده كان مثلا نص المسافة بين طاقة الوضع وطاقة الحركة. بس احنا عارفين اصلا ان الطاقة الميكانيكية ثابتة، يعني هنا برضو عند ايه هتبقى ب 600 كيلو جول، وهنا ب 600 كيلو جول. طب تعالوا نشوف بقى متطلباته. بيقولك حدد مقدار كل مما يلي. طاقة الحركة عند طاقة الوضع عند الموضع A. طاقة الوضع هنا هتبقى أقصى ما يمكن، لإيه؟ لأن هنا عند أقصى ارتفاع، فهتساوي الطاقة الميكانيكية اللي هي 600 كيلو جول. طب طاقة الحركة عند الموضع C هنا برضو عند سطح الأرض، فهيبقى أقصى سرعة وأقصى طاقة حركة برضو هتساوي الطاقة الميكانيكية اللي هي 600 كيلو جول. طب هنا بيقولك احسب كل مما يلي للسيارة. طاقة وضع عند منتصف المسافة الرأسية بين الموضعي A و C. منتصف المسافة فهتبقى هنا ايه؟ اللي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة، كل واحد نفس فكرة ال5 جنيه، ده واخد نص وده واخد نص. ما هو عاوز عند منتصف المسافة الرأسية، وليكن اللي هي كده بي دي مش في النص بالظبط، وليكن دي كده. فدي كده نص طاقة الوضع ونص طاقة الحركة. احنا اتفقنا ان الاتنين مجموعهم بيساوي كام؟ بيساوي 600. فهنا عند المنتصف بالظبط فده هتبقى ب 300 كيلو جول اللي هي طاقة الوضع، وبرده طاقة الحركة بتساويها ب 300 كيلو جول. طب طاقة الحركة عند الموضع B اللي هو ده بقى، إذا كانت طاقة الوضع عنده تساوي 400 كيلو جول، هو عاوز طاقة الحركة. يبقى ال 600 اللي هي التوتال بتاعهم من الجدول بتاعي أهو، الام اي بتساوي البي اي زائد الكي اي. أنا عاوز هنا طاقة الحركة اللي هي كي اي، فيبقى البي اي ناقص، هنا مش هنا مش اسمه، هنا ناقص. لو مش هتعرف تعكس في المثلث بتاعنا ان فوق هيبقى ناقص وتحت هيبقى جمع، احفظ القانون على طول هيبقى اسهل لك. هنبدل، هيبقى الام اي اللي هي الطاقة الميكانيكية ناقص البي اي، هتبقى 600 ناقص ال 400 بتوعي هيدينا 200 كيلو جول. احنا المثلث بتاعنا دايما كان بيبقى فوق اسمه وتحت ضرب، هنا في القانون ده بس هيبقى فوق طرح وتحت جمع. لو مش هتعرف وهتلخبطك ما بين بقية القوانين، احفظ القانون اللي هو ام اي بتساوي بي اي زائد كي اي. طب جميل، تعالوا نخش على السؤال اللي بعد كده. هنا بيقول لك اهو، في الشكل المقابل سقط جسم كتلته 5 كيلو جرام. الجسم كان مثلا هنا عند ايه؟ من النقطة ايه إلى سطح الأرض. احسب سرعة الجسم عند بي. سرعة الجسم عند بي، معنى كده إني عاوز أجيب طاقة الحركة. ومن قانون طاقة الحركة تعالوا نفتكره سوا. نفتكر قانون طاقة الحركة وبالمرة قانون طاقة الوضع. طاقة الحركة اللي هي الكي اي كانت بتساوي ايه؟ نص ام في تربيع. هنا كان الفي تربيع وهنا الام، وقلنا بنخلي النص فوق، طيب اللي هو بيطلع ب2. طيب البي اي اللي هي طاقة الوضع قلنا بتساوي الوزن في الارتفاع. جميل، والوزن ده كان بيساوي اللي هو ام في جي اللي هي الكتلة في شدة العجلة الأرضية أو شدة مجال الجاذبية الأرضية. طب هو هنا عاوز السرعة. جميل، أنا هنا طيب ما أجيب الطاقة الميكانيكية عشان أعرف أجيب طاقة الحركة أصلا. ما من اللي هو مديهولي ده أنا مش هعرف أجيب طاقة الحركة غير لما أجيب الطاقة الميكانيكية وطاقة الوضع. طيب
الطاقة الميكانيكية تعالوا نجيبها هنا عند النقطة A. النقطة A ده اللي هو أقصى ارتفاع لطاقة الوضع، فهيساوي النقطة A. النقطة اللي هي طاقة الميكانيكية هنا هتساوي طاقة الوضع. طاقة الوضع هنا هتساوي ايه؟ هو ارتفاعه هنا بكام؟ 3 زائد 9 اللي هي هتساوي 12. طب في الوزن هنا هو مش مدولي بس هو مديني ايه؟ الكتلة وشدة مجال الجاذبية الأرضية. يبقى ام في جي اللي هي هتبقى 5 في 10 اللي هي ب50. يبقى تعالوا لما نضرب هنا 50 في 12 هيساوي 600 جول. ودي هنا كده عندي البي اي، وبرضو اللي بتساوي الام اي. ما هي طاقة الايه الميكانيكية، عشان هنا طاقة الحركة بتساوي صفر. طب جميل، هو عاوز السرعة عند بي. طب ما تيجوا هنا عند بي نحسب الطاقة او طاقة الوضع، وكده كده احنا جبنا الطاقة الميكانيكية فنطرح ونجيب طاقة الحركة. طيب طاقة الوضع هنا هتساوي كام؟ هتساوي الارتفاع هنا ب9، ف9 في نفس ال50، لأن كتلة الجسم هتبقى ثابتة وشدة الجاذبية برضو ثابتة. ف50 في 9 المرة دي هيساوي 450 جول. طب ما نطرح ال 450 دول جول من ال 600 اللي هي الطاقة الميكانيكية. ما احنا عارفين ان الطاقة الميكانيكية مجموعة طاقتين اللي هو الوضع والحركة. يبقى 600 ناقص 450 اللي هي 150 جول. فعند النقطة B كانت طاقة الحركة ب 450 جول. طب انا هنا معايا طاقة الحركة ومعايا الكتلة، يبقى هخبي السرعة واقسم 2 في طاقة الحركة على الكتلة اللي هي هتبقى 150 في 2 اللي هي ب 300 على الخمسة. 300 على الخمسة اللي هي هتساوي 60. بس خد بالك هنا تربيع، فهناخد جذر ال60 اللي هو هيساوي 2 جذر 15 اللي هو يساوي 7.7 أو 7.5 بالتقريب، يعني عشان بعده هيبقى فيه 5 فهتبقى برضه هيدينا نفس الرقم ده. تعال هنا نقيم فهمنا بقى. بيقول لك بندول متحرك كتلته 0.4 كيلو جرام، وطاقته الميكانيكية عند أقصى ارتفاع تصل إليه البندول هو 8 جول. أقصى ارتفاع فمعنى كده إنه مدينا طاقة الوضع برضه اللي هي ب 8 جول. احسب طاقة الوضع عند أقصى ارتفاع. طب ما هو مديها لي أصلا يا مستر اللي هي بتساوي الطاقة الميكانيكية. طيب تاني حاجة وهي سرعة الكرة لحظة مروره بالموضع الأصلي. سرعة الكرة، طب عند مروره بالموضع الأصلي ده معنى كده إن برضو هي هتبقى الطاقة الميكانيكية. طاقة الحركة هنا هتساوي الطاقة الميكانيكية اللي هي ب8 جول. يبقى من القانون بتاعنا دي ب8 هنضربها في 2 هيبقى 16. وهنا الكتلة هو مديها لي ب 0.4 عشان يدينا الفي تربيع. هتبقى 16 على 0.4 اللي هي هتدينا 40. هنا هناخد جذر ال40 هيدينا 2 جذر 10 اللي هو 6.3 اللي هو 6.3. تعالوا نشرح التطبيق الطبي والتطبيق الحياتي من الكتاب أحسن. هنا بيقول لك ما ترفعش او التطبيق الطبي ان ما ينفعش ترفع الحاجات التقيلة من على الارض وتميل ظهرك كده. لا، انت بتنزل توطي وتخلي الحمل على رجلك، لانك انت لو نزلت كده فبتسبب باذى للعمود الفقري بتاعك. ما ينفعش توطي التوطية اللي هو عاملها لك دي، يعني تعمل الارج كده في ظهرك وانت نازل تجيب حاجة تقيلة. لا، الصح انك تنزل كده. وبتشوف الموضوع ده اكتر في مثلا لعبة رفع الاثقال. لما يجوا ينزلوا يجيبوا وزن من على الارض هما بينزلوا اكنهم بيقرفصوا وبيجيبوا الوزن كده بايديهم ويطلعوا في استقامة لظهرهم. هنا بيقول لك اهو عند رفع الوزن الثقيل للاعلى من على الارض يجب الا يكون التحميل على الظهر بل على عضلات الساقين لضمان توزيع الثقل بشكل متوازن، وبالتالي لا يحدث ضرر للعمود الفقري. طب تعالوا كده بقى نخش على التطبيق الحياتي. التطبيق الحياتي عندنا هنا مثلا السد العالي. احنا قلنا في اول الدرس في المقدمة ان السر او العلاقة ما بين طاقة الوضع وطاقة الحركة هو سر السد العالي او بناء السدود. ليه بناء السدود؟
لان انا عندي هنا بختزن الميه ورا السد، بتبقى عند اقصى ارتفاع. اقصى ارتفاع يعني اقصى طاقه وضع. هنا بعمل لهم ممر، الممر ده بتتحرك منه الميه وبتنزل لعند مثلا سطح الارض اهو. فسطح الارض ده هنا بتوصل لاقصى طاقه حركه. فاقصى طاقه حركه دي لما بتيجي تضرب هنا، احنا هنا تحت هنا حاطين حاجه اسمها توربينات. التوربينات دي لما الميه بتخبط فيها، التوربينات دي بتلف. اللفه اللي هي بتعملها دي بتولد طاقه، بتولد كهرباء. فالكهرباء دي بتطلع هنا عند مثلا مستقبلات طاقه من التوربينات، وبتوصل للطاقه الكهربائيه عندنا في الكابلات اهو. يعد السد العالي بأسوان من أهم المشروعات الهندسية في القرن الماضي لاستغلال طاقة المياه في توليد الكهرباء، حيث يتم تحويل طاقة الوضع المية المحتجزة خلف السد. وليه فيها طاقة وضع؟ لأن هي هنا عند أقصى ارتفاع، إلى طاقة حركة عند اندفاعها للأسفل زي ما احنا قلنا اهو. فتعمل طاقة الحركة للماء على إدارة التوربينات. التوربينات دي عاملة زي المروحة، فالمية لما بتخبط فيها بتلفها، فالمروحة لما بتلف بتولد الطاقة بطريقة مستدامة. وعندنا حاجة تاني بنستخدمها في الهدم، هي اسمها الكرة الهدامة أو كرة الهدم. كرة الهدم دي بيبقى حاجة مثلا عاملة زي الونش بس متعلقة في ارتفاع كبير جدا، وبنقعد نضرب فيها. هي كتلتها بتبقى كتلة حاجة من الحديد، كتلتها بتبقى كبيرة جدا ووزنها بيبقى كبير جدا، بتبقى عاملة زي فكرة البندول. يعني لو انا عندي الكرة دي مثلا، ايدي دي هي الونش، فالكرة دي بتبقى على ارتفاع وبتخبط كده جامد جدا، بتبقى بنقعد نرفعها لحد ما تختزن طاقة وضع وتخبط بطاقة حركة جامدة جدا في البيوت القديمة عشان تهدمها وتوقعها. بتبقى ده شكلها اهو يا ولاد. بتبقى الاستخدامات: تستخدم كرة الهدم في هدم المباني القديمة. فكرة العمل: تحويل طاقة الوضع المختزنة في الكرة الثقيلة المعلقة على ارتفاع عند تحريرها إلى طاقة حركة. وطاقة الحركة دي لما بتخبط في المبنى بتنقل لجدران طاقة الحركة دي، وبالتالي بتهدمها، فتنقل هذه الطاقة إلى المبنى عند الاصطدام بالكرة فتسبب هدمه. تعالوا بقى نسمي الله ونحل التقييم بتاع الدرس ده. بسم الله. بيقول لك اول سؤال: عند قذف كرة رأسيا لأعلى فإن الطاقة الميكانيكية هتساوي كام؟ احنا هنا بنقذفها لأعلى، هي هنا كانت طاقة الحركة بتاعتها أعلى ما يمكن، طاقة الحركة هتقل لحد ما طاقة الوضع تزداد وتبقى أقصى ما يمكن، وتبقى طاقة الحركة بتاعتي بصفر. كل الكلام ده جميل، بس هنا هو بيسأل عن الطاقة الميكانيكية اللي احنا قلنا هي ايه؟ عبارة عن مجموعة طاقتين وبتفضل ثابتة لأنها هي عبارة عن مجموعهم. فهنا فين تظل ثابتة؟ اللي هي الإجابة رقم ألف. طب بندول متحرك طاقته الميكانيكية 20 جول، فإن طاقة وضعه عند أعلى منطقة بعيدة عن موضع سكونه تساوي كام؟ هتساوي 20 جول، لأن هنا هتبقى أقصى طاقة وضع بتساوي الطاقة الميكانيكية، لأن هنا عند أقصى ارتفاع، فهتساوي برضو 20 جول اللي هي الإجابة ألف. كل مما يأتي من تطبيقات تحويل طاقة الوضع إلى طاقة حركة. كرة الهدم قلنا كانت مختزنة طاقة وضع، وبعد كده طاقة الحركة انتقلت لها وتنتقل للمباني، تتحول طاقة حركة تنتقل للمباني. طيب دي تمام معانا. والبندول البسيط برضو بنشرح في فكرته من الصبح. تحويل الكهرباء من السد العالي برضو قلنا كانت في ارتفاع عالي المية وكانت مختزنة طاقة وضع، وبتنزل لأقصى سرعة، بتنزل لحد سطح الأرض فبتبقى أقصى سرعة. لكن ده في عربية المشتريات، ده كده يعتبر طاقة وضع بس، ما حولتوش هنا طاقة حركة، لان انا اللي بدفع ببذل قوة على جسم بيتحرك في نفس القوة عندي بتتحرك في نفس اتجاه حركة الجسم، فاصبح شغل. يبقى هنا طاقة وضع بس. امتى تتحول طاقة حركة؟ لما اديها دفعة قوية، او لما اسيب العربية وتفضل تتحرك وهي ما بأثرش عليها بقوة، يعني لما ابقى ماشي كده بيها واسيبها وتفضل هي مكملة تحرك. طيب عند سقوط جسم كتلته 500 كيلو جرام من ارتفاع 4 متر إلى سطح الأرض، تكون طاقة حركته في منتصف المسافة. طاقة الحركة عند منتصف المسافة هو هنا عند ارتفاع 4 متر وكتلة 500 كيلو جرام. طب ما تيجوا هنا نجيب الطاقة الميكانيكية الأول. الطاقة الميكانيكية الأول هنا هتساوي كام؟ عند الارتفاع ده والكتلة دي هنضرب الكتلة في 10 عشان نجيب الوزن، يبقى كتلة 5000 في 4، كده جبنا طاقة الوضع اللي هي برضو عند أقصى ارتفاع هتساوي الطاقة الميكانيكية، طلعت عندنا ب20,000 جول.
طب ال 20000 جول دي في منتصف المسافة، اللي هو في منتصف الارتفاع، هتنقسم ما بين مين ومين؟ هتنقسم ما بين طاقة الحركة وطاقة الوضع. يبقى ال 20000 دول طاقة الحركة هتساوي ال 10000 وطاقة الوضع هتساوي ال 10000. كانوا 10 جنيه، بقت هنا 5 جنيه وهنا 5 جنيه، في الجيب اليمين 5 جنيه اللي هي كان طاقة الحركة، طاقة الوضع الجيب الشمال برضو 5 جنيه. طيب في الشكل المقابل، إذا كانت كتلة الكرة البندول 2 كيلو متر 2 كيلو جرام، وطاقة وضعه عند النقطة C اللي هي دي بتساوي 9 جول أقصى ارتفاع اللي هي الطاقة الميكانيكية، وطاقة الوضع بتساوي 9 جول. سرعة كرة البندول عند النقطة A بتساوي كام؟ تعالوا نحسب هنا برضو الطاقة الميكانيكية وطاقة الحركة، عشان طاقة الحركة هتبقى أقصى ما يمكن برضو ب9 جول. طيب من القانون هيبقى 2 كي اي هنا ام اللي هي الكتلة في في تربيع، يبقى السرعة بتساوي كام؟ 2 كي ام اللي هي 2 كي اي اللي هي 2 في 9 على الكتلة بتاعتي اللي هي 2، هيديني 9. طب ما ناخد جذر التسعة ده عشان نطير التربيع، هيبقى ب3 متر لكل ثانية. تعال نخش على اللي بعد كده، بيقول لك عاوز طاقة الحركة عند النقطة B. دي بقى مش محتاجة الحسابات. عند النقطة B عند النقطة C أقصى ارتفاع أقصى طاقة وضع، وطاقة الوضع بتساوي الطاقة الميكانيكية، فالتسعة دي هتبقى كلها رايحة على طاقة الوضع، فمعنى كده إن طاقة الحركة هتبقى بصفر، زيرو. طيب تعالوا نخش على السؤال اللي بعد كده، بيقول لك الشكل المقابل يوضح حركة كرة من النقطة V ذهابا وإيابا، كان من النقطة دي راح كده ورجع تاني ليها، مرورا بالنقطة X اللي هي دي. ضع صح وخطأ أمام العبارات. عند النقطة Y تكون طاقة الحركة أكبر ما يمكن، أكبر من طاقة الوضع. هنا طاقة الواي قربت توصل لأقصى ارتفاع، فمعنى كده إن طاقة الحركة أكبر من طاقة الوضع؟ لا طبعا، طاقة الوضع هتبقى أكبر. طب 2 عند النقطة V اللي هي دي تكون طاقة الوضع مساوية للطاقة الميكانيكية. صح، احنا قلنا هنا طاقة ال V عند أقصى ارتفاع، ما دام عند أقصى ارتفاع يبقى طاقة الوضع بتساوي الطاقة الميكانيكية. طب 3 عند النقطة W تكون طاقة الوضع مساوية تقريبا لطاقة الحركة. النقطة W دي ما بين ال V وما بين ال X، يبقى ما بين أقصى طاقة حركة وما بين أقصى طاقة وضع، يبقى فعلا الاتنين هيبقوا بيساووا بعض تقريبا، يبقى صح. طب عند النقطة X تكون طاقة الحركة أكبر ما يمكن، صح. طب تعالوا نخش على آخر سؤالين. علل الطاقة الميكانيكية لجسم يسقط سقوطا حرا تساوي طاقة حركته فقط عند ملامسة سطح الأرض. ده ليه؟ لأن الطاقة الميكانيكية عندي احنا عارفين اللي هي مجموع، أو هي مجموع العلاقة بين طاقة الوضع وطاقة الحركة. طب عند ملامسة سطح الأرض تكون طاقة الوضع بتساوي صفر تقريبا، فطاقة الحركة هي اللي هتبقى أعلى ما يمكن. طيب أهمية السد العالي بأسوان. أهمية السد العالي بأسوان هو توليد الكهرباء بسبب من خلال إدارة التوربينات من خلال طاقة الماء أو طاقة حركة الماء. يبقى هنا توليد الكهرباء من خلال إدارة التوربينات. وكده الحمد لله خلصنا شرح الوحدة دي بالكامل الحمد لله. فاضل بس جزء الحل بتاع الدرس التاني. ان شاء الله الحصة هتنزل بكرة بتاعة الحل، واتمنى تكونوا فهمتوا كل تفصيلة في الدرس وكل تفصيلة في الوحدة، واكون قدرت ابسط لكم المعلومات قدر الامكان. واشوف وشكم على خير المحاضرة الجاية او الحصة الجاية. السلام عليكم.